الداعي إلى الله وطالب العلم والمرشد يحتاجون إلى أن يتأسوا برسول الله في عقيدته ومنهجه وأخلاقه. إذا تكاملت هذه الأمور في الداعية إلى الله أو قارب فيها الكمال نجحت هذه الدعوة إن شاء الله، وقدمها الداعي في أجمل صورها وأفضلها. بارك الله فيكم. وإذا خلت من هذه الأمور، من هذه الأخلاق التي منها الصبر ومنها الحكمة ومنها الرفق ومنها اللين ومنها أمور ضرورية تتطلبها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن نستكملها، وقد يغفل عنها كثير من الناس. وكذلك يضر الدعوة السلفية ويضر بأهلها إذا أخذها وقدم إلى الناس ما يكرهون فقط وما يستبشعونه ويستطيعونه من الشدة والغلظة والطيش وما شابه ذلك. فإن هذه أمور مبغوضة في أمور الدنيا فضلا عن أمور الدين. لا بد لطالب العلم كيف تدرس سيرة الرسول، تدرس أخلاقه، تدرس عقيدته، تدرس منهجه. فبعض الناس لا يأبه بعقيدة الرسول ولا بمنهجه ويسلك مناهج وعقائد أخرى اخترعها الشيطان لمن خذله الله من أهل البدع والضلال. وأناس قد يوفقون للأخذ بالعقيدة ولكن يضيعون المنهج، وأناس يوفقون للعقيدة والمنهج ولكن في سلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج. يكون معهم الحق عقيدة صحيحة منهج صحيح، ولكن سلوكه في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرها. فاحذروا من مخالفة الرسول في عقيدته وفي منهجه وفي دعوته كيف كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام، واستلهموا هذه التوجيهات النبوية إلى الحكمة، إلى الصبر، إلى الحلم، إلى الصف، إلى العفو، إلى اللين، إلى الرفق، إلى أمور أخرى إلى جانب هذه توعدوها يا أخوة. واعلموا أنها لا بد منها في دعوتها للناس. لا تأخذ جانبا من الإسلام وتهمل الجوانب الأخرى، أو جانبا من جوانب طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتهمل جوانب أخرى، فإن ذلك يضر بدين الله عز وجل، يضر بدين الله عز وجل ويضر بالدعوة وأهلها.